اتكلمنا عن الشناوي ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم، طبعا ان شاء الله يكونوا دول اساسيين. معلول اساسي. خالد عبد الفتاح بنتمناه يلعب مكان محمد هاني زي ما قلت. وطبعا الثلاثه اللي في وسط الملعب انا شايف ان ديانج والسوليه ومروان، او السوليه وفتحي اعلى من قفشه. بس انا ليه بتكلم على مروان؟ زي ما قلت مروان قفشه طبعا انا حاطط تحته خطين ان ممكن ما يلعبش، ما يبتديش بيه النهارده. انا بتكلم على مروان. تعال نبص في مباراته الاخيره. مروان دقايق لعب 90. شوفوا ارقام مروان عطيه امام اسوان. دقايق اللعب 90، تسديدات 4، تمريرات صحيحه 56 من 72. طبعا نسبه التمرير الصحيحه 78%. صناعه الفرص فرصتين، وهو اكتر واحد استخلص في الملعب. لو احنا اتكلمنا لمسات 91 لمسه، وتمريرات صحيحه في الثلث الاخير 11. ده ما شاء الله الراجل عامل شغل جامد. وتمريرات طوليه صحيحه 6، واحنا ده كنا بنفتقده في بعض الديفندرات. طبعا عندنا السوليه بيعملها كويس، انما وديانج وحمدي فتحي بيلعبوها عرضي، انما الطوليه زي كده او زي كده من ورا المدافعين اللي بيعملها بس السوليه، وقليله جدا لان كتيره بتطلع ميس باص كتيره من السوليه من كتر المباريات وكتر الاجهاد. انا مش بتكلم ان السوليه سيء، لان السوليه هو الوحيد اللي بيعمل الكره الطوليه. طبعا عندنا هيبقى مروان عطيه، وعندنا القندوسي برضو ما شاء الله لعيب كويس جدا. بنتكلم في استعادة الكرة. مروان عطية استعاد الكرة في حالة الضغط او الاهلي وهو بيهاجم، بيجي مروان عطية هنا يتحرك في المنطقة دي بقوة جدا واستخلاص الكرة 10 مرات. احنا بنتكلم ان مروان عطية مباراة اسوان كان اللاعب اللي ثابت طوال ال90 دقيقة وبيتحرك في جميع انحاء الملعب. في كرة كان بيلعبها محمد اشرف اوت، رجعت رامي ربيعه لعبها الناحيه الثانيه بيرسيتاو اتزنق هنا. مروان عطيه كان هنا راح واستلم وفتح لعب البيرسيتاو. ده اللي انا بتكلم عليه، ان مروان عطيه بقى جيد جدا. طبعا انا مش هقدر اتكلم ان حمدي فتحي اقل، بس احنا بنتكلم ان كولر ما شاء الله ممكن يطور اللعيبه كلها، فده اللعب الامثل. احنا لو اتكلمنا ان قفشه ما لعبش، طبعا هيبقى الثلاثه دول ضغط جامد على لاعيبه وسط الملعب، لان هم بيلعبوا بالطريقه ديت، بتميل ناحيه اليسار وناحيه اليمين زي ما احنا شايفين. اللاعب رقم 11 عندهم بيكون متحرك اكتر غير المهاجم. احنا بنتكلم ان الراجل ده هو اللي بيتحرك ورا المدافعين وهيلعب ورا علي معلول، فطريقتهم هتبقى طريقه قويه، لان هو عارف ان علي معلول بيتقدم في حاله الدفاع. الراجل ده هيدافع مع الباك ومع الديفندر هنا، وفي حاله الهجوم او الهجمه المرتده الراجل ده بيسحب من ورا علي معلول، وهتبقى ديت مشكله كبيره جدا. فاحنا بالنسبه لنا الشوط الاول لازم نلعب بمروان وديانج والسوليه، او حمدي وديانج والسوليه وحسين الشحات واحمد عبد القادر يعمل الفاصل، لان حسين الشحات ما شاء الله في اخر مباريات حسين الشحات قوي جدا. فانا شايف من وجهه نظري ان هنا عشان ما يحصلش ثغرات ويكون الطريقه بتاعتنا 4-1 او 4-3-3 الطريقه المعتاده. وفي حاله الهجوم بنعمل زي حمدي فتحي بيتحرك من ورا المدافعين، الحته اللي بتبقى فاضيه عندهم، ودي نقطه ضعفهم ورا السنتر باك. دول الاثنين دول اقل اثنين في فرقه صن داونز. لو السوليه او مروان لو لعب او حمدي في حاله الهجوم هو دخل، ونقلب الطريقه من 4-3-3 في حاله الهجوم ممكن تتقلب الطريقه دي بسهوله جدا ل 4-1 ديت بتكون طريقه امثل. بنوسع الملعب عليهم، وبيكون عندنا ديانج ده بيغطي ورا خصوصا السوليه على رقم 11 ده، لان رقم 11 ده هو اللي هيلعب ورا السوليه ولعبوها ورا معلول. ومروان عطيه او حمدي فتحي هو اللي هيتحرك هنا بطريقه احسن عندنا من قفشه.
ولو هو حمدي فتحي هيبقى افضل كمان، عشان العاب الهوا بيكون احسن. لو اتلعب اللونج باص الطويل ممكن هو يصلحها الكهرباء في خلفهم زي ما حصل في مباراه الزمالك. فديت التشكيله ان شاء الله الامثل، واحنا ما نقدرش نعدل على كولر لان ما شاء الله كولر عنده اجابه لكل